السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله عندنا طريقة القرص أو النواعم هتعجبك قوي. أنا عندي هنا كيلو دقيق، حطيت معلقتين خميرة، معلقتين خميرة متوسطين. لو معلقة أكل يبقى معلقة واحدة بس. عندي هنا ريحة السمنة البلدي، هنعملها بطريقة جديدة شوية. هنحط بيها روايح، عايزة تحطي فانيليا حطي، عايزة تحطي روح موز حطي. هنا رشة ملح. خليكي معايا خطوة خطوة كده، نسألكم الدعاء يا حبايب قلبي. هنا عندي كوباية زيت على سمنة، وده كيلو دقيق زي ما قلتلك. هنا برضو هستعمل كوباية لبن وشوية مية إن احتاج الموضوع، وكل حاجة تبقى دافية. بس الزيت والسمنة ما تسخنهاش قوي عشان ما تموتش ليكي الخمير. انا هنا خلطت كل المكونات مع بعض كلها، وبعد كده هننزل حبة حبة بقى باللبن، حبة لبن على حبة سمنة. شايفاني؟ ايوه كده، شاطرة شاطرة. يلا حطي لايك لما تكوني لسه متابعاني كده، وهتكملي معانا ان شاء الله لاخر الفيديو وتشوفي تفاصيل التفاصيل معانا ان شاء الله. يلا يا حبيبة قلبي، املى بيتك بالخير. ايوه ايوه، بصي ما تدلقيش كمية اللبن كلها مرة واحدة، لا، حبة حبة على حسب الدقيق بتاعك وعلى حسب العجينة بتاعتك. اهو النواعم دي يا حبيبتي بتحتاج عجن. تمام، ايوه كده. ولو في بقى عندك سمنة بلدي حطي. ده هنا انا حاطة زيت على سمنة، كل واحد ومقدرته. ايوه، تفضلي تعجني بقى، تعجني كده وتلم كل المكونات مع بعض اهي. عايزة تحطي فعلا، نسيت اقولك، عايزة تحطي سكر حطي، مش عايزة براحتك. دي تنفع انك تاكلي بيها بالجبنة كده عادي، وممكن تاكليها بشاي، بنسكافيه، بأي مشروب انت حباه. حطي بقى حتة جبنة كده رومي عليها، حتة جبنة براميلي، اللي نفسك فيه يا حبيبة قلبي. اهو، لان انا بحبها مسكرة، فبعد ما خلصت كنت ناسية ان السكر وحطينا سكر. حتى عادي برضك مش مشكلة يعني، لان في ناس فعلا فعلا بتاكل بالقرص دي او بالنواعم دي، بتاكل الجبنة، بتحشيها جبنة او تغمس بيها جبنة. كل واحد وارتياحه. انا هنا بعد ما عجنتها وغطيتها قعدت تخمر معايا، خدت من ساعتين ل3 حسب الجو بتاعك. اهو هقولك بقى هنشكل النواعم دي ازاي. انا عندي عملت طريقتين، النواعم السادة والنواعم المحشية قدامك اهو. ايوه اهو، تفرديها وتخليها رقيقة، شايفة؟ عشان لسه هترتفع معايا تاني. طيب انت لو هتحطي سكر هتحطي كام معلقة؟ من معلقتين ل3 سكر. عايزة تزودي براحتك خالص، عايزة ما تحطيش خالص، انت وراحتك. اهو بحاجة بسيطة جدا، بمقادير بسيطة جدا، تملي بيتك وتظبطي نفسك كده، وما تحرميش نفسك من حاجة. اهي انا طريقتي بسيطة كده على قد امكانيات ايدينا بنعمل وبنستعملها. تمام، هتشتري الكيلو هيبقى غالي عليكي. انا بحاول نوفر لنفسنا عشان الغلاء اللي احنا فيه يا جماعة. وتساوي بقى كده القرصة بتاعتك كده جميلة قوي، وتسيبي مسافة عشان الخمر. تمام تمام. يلا حطي لايك لو كنت وصلت معايا لحد الفيديو كده. يلا اهي، عندي برضك شوية الملبن دول كانوا معمولين صراحة وكانوا موجودين من حلاوة المولد. قلت يلا ما نستعملهمش ليه، نستعملهم ونظبط دنيتنا بدل ما نشتري. اللي عايز ياكل سادة ياكل، واللي عايز ياكل محشي ياكل. اهي هقولك بقى على كذا طريقة تشكلي بيها يا حبيبتي، عشان ما يبقاش قرصك كده كلها شكل واحد. زي ما انت شايفة بالقطاعة، ما عندكيش القطاعة بالسكينة، لا عندك ده ولا ده، بالشوكة
وتقومي مخرمة الوش بتاعها كده. بس انا حابة ان انا افتح المحشية بالاخص عشان الحشو من جوه يستوي وما يبقاش قلب القرصة عجينة. تمام. اهو شكل تاني اهو بوريكي برضك. شكلي بقى وابدعي في اكلك وفي طريقتك. اهو. والصينية طبعا تبقى ايه، مدهونة زيت، حاجة بسيطة خالص لا تذكر. وشوف العجينة خمرانة ومرتاحة ازاي في الخمر، ومعايا زي الملبن. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايوه كده. اهو. فكرة بسيطة خالص خالص خالص. اهو شكل برضك تاني اهو بوريهولك اهو. وتمام التمام يا قلبي. اهو. اهو بعد ما خلصت كل الكمية بوريها لك. حطيت كل مجموعة لوحدها عشان السوا ما بيبقاش واحد. خلي بالك من المعلومة دي، لان السادة بيستووا اسرع من المحشي. اهو هنحطها في درجة حرارة متوسطة من تحت ومن فوق، وبوريك اهو ان احنا سويناها على درجة حرارة 170. لو عندك تدريج ما عندكيش نار ايه متوسطة. شايفة طرية ازاي وهشة وزي الفل. فرزي اللي تفرزيه وكل اللي تاكليه. والكمية دي فعلا لما بتفرزيها وهي طرية كده بتفضل طرية حتى بعد ما ايه اما تطلعيها وتسخنيها في الميكروويف او تسخنيها في البوتاجاز او الفرن او تسيبيها على الرخامة تسيح براحتها. اهو شايفين الاشكال الجميلة اهي. شكل فراشة اهي طلعت معايا شكل فراشة اهو. ويا رب أكون فدتك، وما تنسينيش بدعوة حلوة منك لينا وللمسلمين يا رب العالمين، ويسد ديون أمة سيدنا محمد إن شاء الله، ويشفي كل مريض يا رب، ويرد كل غريب. قولوا أمين يا حبايب قلبي. اهي الكمية اهي كمية مظبوطة. ده كله من كيلو دقيق واحد. وبألف هنا وشفا وبألف صحة عليك يا حبيبتي. وفرحي نفسك كده ودخلي الخير بيتك واملي بيتك بالخير. حتى لو بنص كيلو دقيق بربع كيلو دقيق زي ما بقولك اعملي اللي نفسك فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.